السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبيباتي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد على القناة، فيديو كله إنجاز وطاقة ونشاط، روتين من روتينات الأيام المنجزة اللي كلها نشاط وطاقة. في الأول حابة أشكركم كلكم، وخصوصا كل أخت كتبت لي كلمة حلوة دعمتني بيها أو حتى دعمتني بلايك بسيط. أنا متشكرة جدا ليكم، انتوا السبب في اني دايما بستمر معاكم واقدم تاني وارجع لنشاطي. انتوا السبب اللي بتخلوا القناة تكبر يوم عن يوم، ما تحرمش منكم. ولو انتي لسه جديدة واول مرة تشوفيني، انا اختك فوزية. دي قناتي يوميات ونصايح فوزية. لو خدتي جولة في القناة هتلاقي فيها حاجات ان شاء الله تعجبك. ما تنسيش تشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلي رمز الجرس علشان يوصلك كل حاجة بنزلها. يوم النهاردة كان مليان نشاط من أوله. بدأت بتحضير الغدا زي ما انتوا شايفين كده. النهاردة قررنا ناكل فراخ مشوية، فراخ مشوية بقى بتتبيلة هايلة، أحلى وأطعم من اللي بتجيبيها من عند الراجل. زي ما شفتوا معايا قطعت شوية بصل وطماطم وفلفل علشان دول هيكونوا الفرشة اللي تحت الفراخ، وخدت جزء منهم هضربه في الكبة وضفت عليه فصين توم مهروسين من اللي كانوا عندي. ده آخر شوية توم موجودين عندي من السنة اللي فاتت، والله بيفضل ريحته جميل وزي ما هو. هضربهم في الكبة ضرب كويس، يعني ضرب مبرح زي ما بيقولوا، ضرب جامد. وكمان هضيف عليهم شوية لبن، وهستخدم معاهم مجموعة من التوابل. الفراخ انا بالنسبة لي بحب اكتر لها التوابل قوي، عكس اللحوم مش بحب احط لها توابل خالص اكتر من الملح والفلفل الاسمر. لو ضفت لها حاجة بتكون حاجة بسيطة قوي علشان احس بطعم اللحمة، لكن الفراخ مهما اديتيها من توابل بتديكي طعم احلى واحلى. الفراخ كانت عندي زي ما انتوا شايفين كده، الصدر زي ما انتوا شايفين فتحاه زي الفراشة، ومعاه ورك ودبوس، هم دول كانوا الجزء في التقسيمة. أما التوابل فكانت عبارة عن فلفل أسمر، باربيكيا، كاري، زعتر، جنزبيل، كركم، بهارات فراخ، وسماق، وملح. وطبعا قلتلكوا الفلفل الأسمر اللي ما بنستغناش عنه في أي أكل. كان المفروض اني كنت ضفتهم مع الخلطة دي في الكبة يتضربوا معاها، بس عشان نسيت هقلبهم في بعض وهنزلهم كده على الفراخ، وبعدين هقلب كله مع بعضه وكله هياخد من طعم بعضه. بتبل الفراخ مع الخضار بنفس تتبيلة الشوي اللي عملتها دي علشان تكون يعني بتبقى طعمها حلو قوي زي بتاعة الراجل بالظبط. همسكهم بقى واقلبهم، طبعا قطعت الكاميرا كده علشان يعني ايه، انا هقلبهم لبيتي، مهم. هخلطهم زي ما بشاور لكم، وكمان هسيبهم في التلاجة. لو كنت بقى نشيطة وحلوة قوي من امبارح كنت تبلتهم بالليل، بس انا في الحقيقة عقبال ما افتكرت وقررت اني هعمل الفراخ المشوية كنت ما طلعتهاش بقى من الفريزر، فما كانش ينفع اني اتبلها من بالليل. انا سبتها في الرف لحد ما فكت وبعدين تبلتها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما اتركنت في التلاجة ساعتين خدتها حطيتها على الشبكة، وسبت فرشة الخضار تحت في الصينية. هتنزل بقى عليها، هدخلها الفرن وهي هتنزل عليها البهاريز بقى وكله يستوي، ويعني بتبقى اكنها مشوية فعلا عند الراجل ويمكن احلى. كان عندي توم، التوم ده الحقيقة كان جايلي هدية. عارفين هو توم التصدير يعني ايه؟ الحمد لله جات لنا الهدية السنة دي، ربنا ما يقطعها عادة وتجيلنا دايما على طول شوية التوم الحلوين دول. انا يعني مش بستخدم توم كتير، بس بحبه وهو لسه طري كده لانه ما بيحتاجش تقشير كتير، عكس التوم الناشف او لما بينشف اكتر من كده تيجي تقشريه. حقيقي انا ما بحبش احطه في المية واركنه فتطلع قشرته على طول منه لنفسه. بحس ان كده راحت فوايده وريحته في المية اللي اتنقع فيها، فبضطر اني امسك فص فص واقشره. لكن لما بيبقى لسه طري كده واخضر بيكون مش محتاج ان هو يتقشر، لان القشرة بتاعته نفسها يا اما بتكون طالعة قشرة كده باينة زي ما انتوا شايفين، وانا باخدها اجففها في الفرن واعملها بودرة توم بتفضل عندي طول السنة. بس الحقيقة بشيلها في التلاجة لان دي بودرة توم معلهاش اي مواد حافظة، فحتى البودرة بشيلها جوه التلاجة بعد ما بحمصها كويس. ومش ببقى اكون محتاجة اني
اشيل قشرة التوم او اقشر، امسك فص فص واقشره. لكن انا بكتفي باني بفصصهم بس كده، وبشيل اي حاجة ناشفة في قلب دوم، علشان طبعا الكبة يعني هي اصلا بتطحن بالعافية، فعلشان ما اخسرش طبعا الكبة، والحاجات غالية جدا يعني. الحمد لله، ربنا يحفظ لنا اجهزتنا ويحفظ ولادنا ويحفظنا كلنا جميعا، اللهم امين. خدت بقى الكمية كلها وقعدت على جنب كده وابتديت افصصهم. في الحقيقة انا الكمية دي بالنسبة لي كتير جدا. انا مش بستخدم التوم يعني كتير يعني ناس عندي مش بتحب التوم خالص. عندي ابني مثلا مش بياكل الكبدة ولا البامية علشان بيتحط عليهم توم، بياكل السبانخ بالعافية وهو مش واخد باله ان هي محطوط عليها توم. فعلشان كده انا مش بستخدم التوم كتير في اكلي، لان لو حطيت على الحاجة توم، يعني صينية البطاطس مثلا لو حطيت عليها توم هو مش هياكلها. علشان كده بكون حذرة في استخدام التوم، فكمية التوم دي كتير عليا كمان. المهم انا همسك كده التوم اضربه في الكبة، يعني جزء ورا جزء، وكمان هشيل منه جزء سليم زي ما هو. قعدت سنين كتير على فكرة بحفظ التوم بإني بشيله سليم في قلب أكياس أو علب برضو في قلب الفريزر، وكنت بطلع لما بعوز فص فص واشتغل منه. بس لقيت إن الأسهل إني أكون ضرباه جاهز. وطبعا كان الأول في كلام وحاجات إنه كده غلط وبيتأكسد وكلام من ده، لكن في الحقيقة أنا جربت وبيفضل محتفظ بريحته ونكهته زي ما هو. وبعد كده رجعوا الدكاترة وقالوا ان مفيش ابحاث، وانه عادي ممكن تفرزيه في الفريزر عادي، مهم بس ان انتي ما تعرضهوش للهواء ويفك ويرجع يتجمد، لانه فعلا بيغير لونه وبيتروح ريحته. وانا بضربه في الكبة نسيت اقول لكم ان انا بضيف له يعني حوالي ربع كوباية زيت كده على كل كمية انا بعملها، وكمان بحط على الوش شوية زيت. وفي الحقيقة هو مش بتفرق يعني قوي حتى لو اتجمد، انتي مجرد بس بشوكة كده او بطرف المعلقة بتاخدي منه من على الوش، مش بيحصل حاجة. احسن طريقة للحفظ انك تحطيه في برطمانات ازاز محكمة الغلق، ومش هتتكسر في الفريزر ولا هيجرى لها حاجة. ولو قلقانة حطيه ببرطمانات بلاستيك، بس احفظيه كويس تكون محكمة الغلق علشان الريحة ما تتسربش للفريزر والبقية التلاجة. او لو حتى حطيتيه في كيس اقفلي كويس وبططيه علشان تكسري منه ويبقى سهل وتاخدي منه، بيغيب قوي. اما القشر فبحمصه في الفرن على درجة حرارة 125، دي اقل درجة حرارة عندي في الفرن، بس هو الصراحة بيغلب وبياخد وقت. المهم فرست التوم بالشكل ده، عملت 3 برطمانات زي ما انتوا شايفين، ودول كفاية جدا عليا. وكمان في كيسة جنب منها، واحتفظت بكمية فصوص زي ما هي، لو عوزتها ابقى اطلعها واعملها هي كمان. كل ده اثناء ما كنت راكنه الفراخ في التتبيله، وبعدين طلعتها وحطيتها في الفرن. خلص موضوع التوم، كان الاكل جاهز. كمان عملت شويه رز اصفر واتغدينا الحمد لله. ده كان غدانا، اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال، اللهم امين. واطعم كل جعان على وجه الارض يا رب، وافرجها على اخواتنا في كل مكان، اللهم امين. الروتين ده روتين يوم الجمعة اللي فات. بعد الغدا كان لازم حاجة مسكرة كده ومنعشة. قطعت الكنتالوب ده، كنت جايباه ب30 جنيه الكيلو. كانت حلوة قوي ومسكرة بصراحة. في بعض الفكهانية لما تشتري منهم الحاجة وتطلع حلوة خليكي معاهم واشتري منهم على طول. والفاكهة من الحاجات اللي بحب اشتريها، يعني من اللي هي الحاجة النضيفة اللي أسعارها كويسة، مش بحب أعك فيها، لأن هي لو جبتي منها واسترخصتي يا إما طعمها بيطلع مش حلو يا إما بتوجع البطن. عايزة أقول لكم على حاجة، كل تفصيلة في اليوم ده كانت بالنسبة لي إنجاز. كتير بتفكري إن الإنجاز لازم يكون ضخم أو مرتبط بشغل كبير برا البيت، بس الحقيقة إن الروتين بسيط زي ده في البيت، خطوات صغيرة، حاجات كده أسعدت كل اللي حواليكي، أكلة حلوة فرحتوا بيها وتلميتوا، ده في حد ذاته إنجاز. كل لمسة بتضيفيها، كل أكلة بتحضريها بحب، دي حاجات بتفرق وبتعمل راحة وسكينة في البيت. افرحي دايما بأي إنجاز صغير، ولو حتى كنتي كل الحكاية عملتي أكلة حلوة فرحوا بيها، حضرتي مشروب حلو، حضرتي حاجة حلوة، ده في حد ذاته إنجاز ليكي وحاجة كويسة تسعدك وتبقى
اكتبيها كده وانتي نايمة بالليل، أنا عملت النهاردة أكلة حلوة قوي كانوا مبسوطين منها، إن شاء الله هبقى أكررها لهم كتير، وهكرر معاها حاجات حلوة كتير. بعد شوية كده قدمت الكنتالوب ده، مع عملنا بقى اللي عمل، يعني أنا عملت شاي، بنتي عملت نسكافيه، شربنا حاجة ساقعة. كان عندي شوية لب أسمر على لب سوري أو صيني أيا كان المسمى اللي بيتسماله، قعدنا مع بعض وانبسطنا. ابني الصراحة كان جه واتغدى كده ونزل لأن مواعيده مش مظبوطة معانا. ربنا يا رب يسعدهم جميعا ويسعد ولادكم ويحفظهم، اللهم آمين. الذكريات الحلوة دي هي اللي بتفضل. أشوفكم على خير في فيديو جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.